بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد طرق. أنا بغني بفريق اسمه فيدباك. في يوم من الأيام حسيت إن أنا عندي موهبة وحبيت إن أنا أستغلها صح. ما حبيتش أروح في تيار الغنى الرومانسي أو الغنى اللي ملوش هدف أو رسالة. الحمد لله ربنا هداني وبدأت أغني غنى هادف، غنى محترم يوصل بيه رسالة جوايا وجوه ناس كتيرة قوي، جوه أي حد مؤمن بالفن الهادف عاوز اقول ان انا اكيد ان احنا في مجتمع بعيد كل البعد عن الفن الهادف او الفن اللي ممكن يكون فيه رسائل تخص مشاكل في المجتمع او كده. فطبيعي ان لما يكون حد بيعمل حاجه غريبه ان يكون فيه انتقادات، وده بيعمل ايه ده، والكلام اللي ممكن نسمعه كتير ده. في ناس ممكن تتقبل اللي احنا بنعمله وناس ما تتقبلش الفن ده. بس على كل الاصعده انا عايز اقول ان اي حد مؤمن ان جواه موهبه او مؤمن ان جواه ربنا منحه حاجه يستغلها صح، لان الفتره الجايه بالذات محتاجه الناس المحترمه من جواها، واللي موهبتها او الهوايه اللي هي مؤمنه بيها تكون حاجه محترمه. لان في الفتره الجايه احنا محتاجين شباب يكون عندهم وعي كافي بالقضايا المحيطه بينا. عاوز اقول ان الحمد لله احنا وفقنا ان احنا كفريق ان احنا يعني نجذب انظار الناس ان في فن هادف وفن محترم. طبعا احنا ما كناش لوحدنا، اكيد في ناس كتيره جدا ساعدتنا في دوت، واحنا مش الوحيدين اللي بنسمع فن هادف طبعا في فوق او في مجتمعنا. بس الحمد لله احنا كنا يعني من ضمن الفروع اللي ساهمت في ده. عاوز اقول ان اي حد يشوف نشاطنا على النت اكيد في ناس بتنتقد دوت وايه النشاط اللي هم عاملينه ده، وكل شويه ناس بتشير حاجات لينا، واذا حد بيشير حاجات فينا او بيشير صفحات او موقع او راديو او كده ده بيعملوا ايه دول، ايه الناس دي. لو في مثلا بنت داخله تشير حاجه يقول لك ايه ده، هي بتحبهم ولا هي في حاجه بينهم. يعني نفسي ان ثقافه الناس تكون ارقى من كده، وان اي حد بيشير حاجه او بينشر حاجه خاصه بينا مش معنى ان احنا سننا صغير ان يكون في بيننا وبينها علاقه. لا، احنا البنات او الولاد اللي بيشيروا حاجه هم مؤمنين باللي بيشيروه. فحتى لو الناس مش صحابنا سواء بنات او ولاد، لو مش صحابنا اكيد ناس مؤمنه بالفن اللي احنا بنقدمه، فطبيعي ان هم بيشيروه. مش لازم يكون في بيننا وبينهم علاقه او صحوبيه او ايا كان نوع العلاقه. فاتمنى ان يعني ذوق الناس وثقافتهم يكون اوسع من كده. انا بقول على كل الناس طبعا، كل الناس محترمه، بس في شريحه قليله جدا بتخش تفهم ده غلط والكلام ده يوصلنا. فاتمنى ان الناس تؤمن باللي احنا بنقدمه زي ما احنا مؤمنين بيه، وده بيكون بطريقه غير مباشره. بس انا حبيت اعمل الفيديو دوت علشان اوصل الرساله للناس. انا كفرد من فيدباك او انا كواحد ربنا انعم عليه بموهبه هو بيستغلها في الصح. اتمنى ان كل الناس تستغل موهبتها في الصح، واتمنى كمان ان كل الناس تتقبل الاخر، يعني تكون عندنا الثقافه دي. واتمنى كمان ان الناس يكون انا مش بوجه الكلام على فكره كل الناس، انا بوجه الكلام بس للناس اللي بتظن ظن خاطئ او بتبص للامور بنظره خاطئه. كل اللي عاوز اقوله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله كلنا في صلاح مجتمعنا وفي صلاح بلدنا مصر. انا بشغال في الجزء الفني، في ناس صحابي شغالين في الجزء العلمي، في ناس صحابي شغالين في الجزء السياسي. الفن بيتقاطع مع السياسه، بيتقاطع مع العلم. كلنا شريحه واحده وكلنا حاجه واحده. مش بتكلم احنا لسه ما عملناش حاجه، احنا لسه في البدايه، وربنا يقدرنا ان شاء الله ونكمل كلنا كفريق او كشباب. فاتمنى ما اكونش طولت عليكم او ما اكونش قلت كلام يتفهم غلط. انا بتكلم بحسن نيه والله. فاتمنى ان الناس تتقبل كلامي، واتمنى ان احنا نؤمن بثقافه التغيير، لان الفتره الجايه محتاجه تكون فتره قايمه على التغيير. وشكرا.